ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش الشير واللايك وكومنت حلو تحت الفيديو. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هعمل كنافه بجد خطيره زي اللي بتيجي من بره بالظبط. انا كان عندي ربع كيلو من الكنافه وتقدري انتي تضاعفي مقاديرك. مسكته فركته كده بين ايديا لحد ما وصلته للقوام ده اللي هو لا ناعم ولا خشن. وبعد كده طبعا نص كيلو الكنافه بياخد كوبايه سمنه، انا هنا حطيت نص كوبايه سمنه على الربع كيلو. ومسكتها كده دعكتها كويس قوي بالسمنه لحد ما اتغلفت كل الكنافه اتغلفت بالسمنه، ما سبتش اي حاجه الا ما اتغلفت بالسمنه. وبعد كده سبتها بقى على جنب ورحت اجهز الكريمه. جبت طبعا عشان عندي كميه قليله فاخدت كوبايه كبيره من اللبن. حطيت عليها رشه من الفانيليا، وحطيت عليها 3 معالق صغيرين من النشا. وانا مش بحط فيها سكر، انت لو عايزه تحطي سكر تحطي في الاخر بعد الكريمه ما تتقل معاكي على النار. هدوبهم كويس واحط عليها معلقه من الزبده، لان ما كانش عندي قشطه. لو عندك قشطه طبعا حطي حته، بتخلف شويه في طعمها وبتخلي طعمها حلو. هقلب وهرفعها على النار وهفضل اقلب فيها، مش هسيبها عشان ما تتحرقش لحد القوام ما يتقل معايا خالص ويبقى الكريمه يعني مش عايزاها تبقى تقيله قوي وبرده ما تبقاش خفيفه قوي، تبقى وسط. تمام. بعد كده بقى اروح افرد الكنافه. انا جبت هنا القارب بتاعي البايركس. دي كانت اصغر صينيه عندي، حطيت فيها معلقه من السمنه، تقدري تحطيها عادي من غير ما تسيحيها، ولكن انا حطيتها سايحه عشان املي بيها كل الصينيه. تمام. هبدا اخد نص الكنافه وافرد الطبقه الاولانيه واضغط عليها قوي بايدي، وبعد ما اضغط عليها بايدي اجيب حاجه برضو مستويه كده من تحت، اضغط عليها قوي بيها زي ما انتوا شايفين. دي كانت الطبقه الاولى. جبت كده الكوبايه بتاعتي دي وضغطت عليها لحد ما اتاكدت ان الكنافه ضغطها كويس جدا، علشان تبقى زي بتاعت بره بالظبط يا بنات. سويت الحروف وطلعت الكنافه على الحروف شويه بتاعت الصينيه عشان الكريمه ما تخرجش بره الكنافه. هتحطوا الكنافه طبعا في نص الصينيه وما تسويهاش ولا تيجي جنبها خالص، هي هتفرد من نفسها. بعد ما حطيتها كده هبدأ أجيب يا دوبك بس يعني هي هتفرد من نفسها، ما توديهاش أبدا ناحية الحروف. هجيب بقى بقية الكنافة، كمية الكنافة، وهبدأ أفرد عليها كده زي ما انتوا شايفين. متنسوش اللايك يا بنات، ومتنسوش تجربوها وتكتبوا لي تحت الكومنتات ايه رأيكم. هبدأ بقى أسويها بايديا كده، وبعد كده بالراحه خالص، وهبدا ان انا اجيب الكوبايه بتاعتي واسوي. بصوا لو حسيتوا هتحس ان انا بحسس مش بساوي، بس انا بس بسويها عشان وشها ما يبقاش منعكش يعني وكده. هبدا دلوقتي ادخلها الفرن. اول ما الحروف بتاعتها تبدا تحمر كده وتبدا تحس كده ان هي بقت قطعه واحده، انا ما بحبش اشغل عليها الشوايه لانها مش بتاخد اللون اللي انا عايزاه. بجيب طبق كده وبقوم قلباها وبقلبها على الجهه التانية عشان تاخد نفس اللون اللي اخدته من تحت. عايزاها تاخد اللون الذهبي الجميل ده من تحت. تمام. هقلبها برضو الجهة التانية وهدخلها الفرن تاخد بقية تاخد بقية تحميرها. واول ما تخرج من الفرن، هي دلوقتي خرجت اصلا من الفرن، يعني انا اصلا خرجتها من الفرن. قلبتها، بس انا بس المقطع قصيته يعني. بعد كده بقى هبدأ ان انا اسقيها بالشربات وهي سخنة مولعة، يعني ما تسقيهاش وهي باردة، انا عايزاها تسقى وهي سخنة مولعة. الشربات يبقى بدرجة حرارة الغرفة، تسقيها هتبقى مقرمشة وجميلة. هتصبروا لما تبرد، وبعد كده تبدأوا تقطعوها. كانت مقرمشة وجميلة قوي وزي بتاعت بره، والله ما تخلفش كتير عن بتاعت بره. كل القصة ان انت لو عايزة صينية اكبر هتضعفي المقادير. شايفين حتى باين عليها ان هي مقرمشة. شايفين ما شاء الله طبقة الكريمة جميلة وما خرجتش من بره. تنسوش الشير واللايك وكومنت حلوة تحت الفيديو. سلام.